بعد قدام ولا يصلي استخارة، يختار يا اللي تحطمت يا مبكار من خيرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أول أيام السباق السنوي 2024 للاتحاد العماني لسباقات الهجن. كل الشكر للداعم الأول لهذه الرياضة سلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله ورعاه. اليوم أشواط الحقائق الفترة الصباحية، 20 شوط الفترة المسائية، مساء المعركة ومساء الرموز 10 أشواط راح تكون، أشواط سيارات، أشواط رموز، أشواط ملتهبة اسماء راح تكون. يعني هل حلال مجهزين لهذا اليوم من شهور طويلة. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، وأيضا كل الشكر للجان المنظمة وكل شكرا للاتحاد العماني لسباقات الهجن بكل كادره، وأيضا على رأسهم الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي. نتمنى التوفيق للجميع حاضرين ومستمتعين ومشاركين، والعلوم الطيبة دائما تحصلها في ميدان الفيل. مرحبا بكل المتابعين والمشاهدين. في البداية نتقدم بالشكر الجزيل لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو السيد ديزا بن هيثم آل سعيد على هذا الدعم اللامحدود لهذه الرياضة. اليوم نعيش أول منافسات هذا المهرجان الكبير، مهرجان الاتحاد العماني لسباقات الهجن عام 2024. منافسات مثيرة شاهدناها في أول انطلاقات هذا المهرجان، كونها أول أيام هذا المهرجان الكبير. يمتد أيام هذا المهرجان من يومنا هذا يوم الاثنين إلى يوم الخميس. الأعداد هائلة وكبيرة، يندل على شيء يدل على الإقبال الكبير لهذا المهرجان الكبير. هذا المهرجان يأتي مغايرا على السنوات الماضية بالدعم الكبير بالسيارات المرصودة لجميع الفئات العمرية المشاركة في هذا المهرجان. تمنياتنا لكل المشاركين بالتوفيق، وشكرنا الأول والأخير للاتحاد العماني على حسن التنظيم والدعم اللامحدود لهذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم يا الربع جميعا. محدثكم ومعلقكم فهد بن ناصر الخميسي في صباح هذا اليوم. كما تشاهدون مهرجان ختامي الاتحاد بدعم سخي من سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم المعظم حفظه الله ورعاه ودامه في هذا الوطن الغالي. داعم سباقات الهجن، والشكر موصول للاتحاد العماني لتنظيمه على هذا النظام الطيب واللجان المنظمه لانجاح هذه الرياضه، ونتمنى التوفيق للجميع، وبيض الله وجوهكم على التغطيه الاعلاميه. زانت ايام اهل الهجن مع كل شاره، يا سيدي يا ناس الاكرام قوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم ابو صدام الشيبري، متواجدين في ميدان الفليج لمده 4 ايام على التوالي ان شاء الله نقل احداث هذا المهرجان السنوي الذي ياتي بدعم من الاتحاد العماني. كل الشكر لمولاي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الداعم الاول لهذه الرياضه، رياضه الاباء والاجداد. ان شاء الله اليوم انطلقت اول ايام الصباح اليوم 20 شوط الحقائق النقدي، وان شاء الله مساء هذا اليوم بيكون 10 اشواط للرموز، 3 اشواط، والشوط الرابع للشوط العاشر بيكون اشواط سيارات. كل الشكر للاتحاد العماني على الجهود المبذوله، لا هي غريبه عليه. وشفنا المشاركين من كل مكان، من كل ولايه ومن كل محافظه، هذا اكبر دليل لنجاح هذا المهرجان. كل الشكر والتقدير لهم، جزاهم الله الف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عوف بن عبد الرحمن الربيعي. طبعا في البداية نشكر الداعم الأول لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. أيضا نتوجه بجزيل الشكر إلى الاتحاد العماني لسباقات الهجن على تنظيم هذا السباق السنوي، وعلى رأسهم الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي، وكل الأخوان العاملين والمنظمين واللجان بالاتحاد العماني لسباقات الهجن. أيضا نتوجه بجزيل الشكر والتقدير للأخوان المشاركين في هذا السباق السنوي، ونبارك لكل الفائزين ونقولهم ناموس. سبق فيها شناره، هذا اتحاد الهجن كل عام يسوق للناس متواجدين اليوم في ارضيه ميدان الفليج في هذا المهرجان السنوي للاتحاد العماني لسباقات الهجن. مثل ما تعلمون انطلق هذا المهرجان من اليوم الى يوم الخميس. انطلق اليوم سن الحجاج على مدار 20 شوط، اشواط نقديه في الفتره الصباحيه وايضا في الفتره المسائيه، اشواط السيارات والرموز، وبيوم الثاني راح يكون اشواط سن اللقايه، منافسات وتحديات ابناء القبائل عن الصراع والنزاع في هذا الميدان، الميدان العريق الذي شاهدنا فيه النوعيات
الذي صالت وجالت في جميع الميادين. اليوم أنا محدثكم مطر بن غاصب البرطماني. أول شيء نحييكم ونرحبكم من ميدان الفليق في مهرجان أو سباق الاتحاد العماني لموسم 2024. نقول مرحبا بالجميع، وباسمي وباسم ملاك الهجن جميعا وباسم من يحب هذه الرياضة نقول شكرا لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد. الله يحفظك ويطول في عمره إن شاء الله ويعطيه طولة العمر والصحة والعافية إن شاء الله، ولسيدي ذي اليزن وزير الرياضة والشباب، ولجميع اللجان وجميع القائمين في الاتحاد العماني سباقات الهجن نقول لهم شكرا شكرا شكرا، ونقول مرحبا بأهل الهجن وناموس لكل من تنومس، ويعلى ناموسا دائم إن شاء الله وفالكم البيعات وكل ما يرضيكم، ويعلها فرحة إن شاء الله دائمة ومستمرة دائما وابدا في السلطنة وخارج السلطنة إن شاء الله. البشرى فزنا بهذا المحفل الهام، والله ما فيها خسارة يا أهل الهجن. معك محمود بن سالم الوهيبي أحد ملاك الهجن، إن شاء الله إني نشارك اليوم في مهرجان الاتحاد. مهرجان الاتحاد سلم لي في حالك، حن عادين لهم مستعدين. مهرجان غالي على قلوبنا، جزاهم الله خير، ونشكر الداعم الرسمي والأول حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، ونشكر القائمين عليه كلجنة وكمنظمين إعلاميين وكداعمين لهذا المهرجان، نشكرهم جزيل الشكر، ونتمنى التوفيق إن شاء الله لإخواننا المشاركين في المهرجان، وإن شاء الله أن المهرجان يتم على أكمل وجه. جزاكم الله خير، يا مرحبا. والله ما فيها خسارة، فزنا بهذا المحفل الهام، والله ما فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنكم من جعفر أخوكم علي بن سعيد بن علي الوهيبي في الفليق مركز الاتحاد الختامي. تسمع؟ حن تبع الزعفران وتبع تسمعنا مهرجان وتبع مزاينة وتبع منهم بيكونون يبوني حن مستعدين في السلطنة كاملة. ونشكر الاتحاد ونشكر تسمعنا عمرك سلطنة عمان كاملة، ونشكر حاكمني ونشكر تسمعنا عمرك السلطان هيثم، كلهم نشكرهم. هذا طول عمرك من مشينا على الطريقة هذه. يا أهل الهجن معروف الأعلام كل يزاهب له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. معكم سعيد بن ناصر علي البدري، عضو لجنة ولاية بركة، وبطبيعة الحال منظمين مركز في ميدان الفليق. وشكر موصول للاتحاد العماني الذي ينظم هذه الكرنفالات بصفة مستديمة، وشكر موصول أيضا لأصحاب الهجن على تعاونهم وانسيابيتهم في النظام، وهذا كل شيء. ومشكورين على تغطيتكم دائما لجميع مهرجانات الهجن، واصحاب الهجن يستاهلون كل خير ويستاهلون التشجيع والمتابعه والنشر. نشكر على الاتحاد العماني على هذا الدعم. وعلى سبق فيها شناره، هذا اتحاد الهجن كل عام يسوق.